مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، فيديو تحليلي قبل مباراة المنتخب الوطني المغربي إن شاء الله أمام المنتخب الإسباني. في هذا الفيديو غادي نحاولوا أننا نتحدثوا على التشكيلة اللي غادي يدخل بها الناخب الوطني للمنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي إن شاء الله والمنتخب الإسباني، مع أيضا إضافة على تشكيلة المنتخب الإسباني اللي غادي يواجهوا بين المنتخب الإسباني اللي معروف أنه منتخب قوي، منتخب عالمي، منتخب الذي جد كأس العالم في 2010، بالتالي فهو ليس بالمنتخب السهل، ولكن إن شاء الله بالروح بالطموح بجميع الدعوات ديال المغاربة والأداء القوي اللي شفناه ديال اللاعبين ديالنا، فممكن إن شاء الله أننا نقدموا مباراة جيدة إذا كان هناك انسجام، إذا كان هنالك تلاحم كما كان في جميع المباريات اللي دوزناها في كأس العالم أمام كرواتيا وبلجيكا وكندا. فإن شاء الله نتمنى أن تكون نتيجة إيجابية، نتمنى أن يحضر جميع اللاعبين في هذه المباراة طيلة 90 دقيقة أو 120 دقيقة، علما أنه في هذه الأدوار فيجب دائما أن تعول على 120 دقيقة وأن تعول أيضا على ضربات الجزاء كما شفنا المباراة اليوم ديال اليابان وأيضا المنتخب الكرواتي. إذا ما تنسوش دائما أنكم تدعمونا بلايك، أنكم تدعمونا بمشاركة الفيديو، وأيضا أنكم تدعمونا باشتراككم في قناتنا ولدعمنا إن شاء الله لكي نسير إلى الأمام. فشكرا. إذا على بركة الله نبدأ بالتشكيلة اللي متوقع أنه المنتخب المغربي غادي يدخل بها إن شاء الله، ما غاديش تكون مغايرة عن التشكيلات اللي شفناهم في المباريات، خصوصا من بعد الانسجام، خصوصا من بعد الاداء ديال اللاعبين اللي شفناهم اساسيين في هذه المباراه، فما غاديش يكون بزاف ديال التغييرات في هذه المباراه. فمن المتوقع 90-95% ان وليد الركراكي غادي يدخل بخطه ديال 4-3-3 اللي كتحول 4-1-4-1 بالاعتماد على بونو في حراسه المرمى، أكرد وسايس في خط الدفاع على اليمين، غادي نلقاو اللاعب حكيم على اليسار، مزراوي في وسط الميدان اللاعب امرابط اللي نتمنوا ليه الشفاء ان شاء الله باش انه يرجع ويكون في فورما ان شاء الله، حيت عارفين انه عنده بعض الالام في الدار، نتمنوا عليه ريكوبيراسيون اللي غتكون رابيد. معاه غادي يكون سليم املاح وأناحي او الصابري كما شفنا انه في المباراه الاخيره بدا بالصابري ومن بعد دخل أناحي. وعلى اليمين اللاعب زياش، على اليسار بوفال، وفي الهجوم النصيري. اذا هذه هي التشكيله المتوقعه اللي شفنا انه جميع المنابر الاعلاميه جميع القنوات انهم عطوا التشكيله، كانت تشكيله متوقعين من انه المدرب وليد الركراكي نجح بهذه التشكيله باش انه يوصل لهذا الدور ب7 نقاط بانتصار وتعادل، بانتصارين وتعادل، انتصارين على بلجيكا وكندا وتعادل امام كرواتيا. بينما المنتخب الاسباني عارفين انه عنده بزاف ديال اللاعبين شباب في طور النمو، فريق في طور تكوين فريق مستقبلي. فكما شفنا انه ايضا انريكي ما كيبدلش التشكيله ديال 4-3-3، علما انها دائما هي التشكيله ديال التيكي تاكا سواء مع برشلونه ومع المنتخب الاسباني، فانريكي دائما يعتمد على التشكيله ديال التيكي تاكا. فمن خلال المباريات اللي جرى المنتخب الاسباني ديال المجموعات فهو اعتمد دائما على سيمون في حراسه المرمى، في الدفاع رودري ولابورت. رودري اللي كنعرفوا انه كاسور في المنتخب في فريق مانشستر سيتي، ولكن تايق فيه انريكي ولعبوا بهاد 3 ديال المباريات كلاعب ديال لاكس ديال الدفاع مع اللاعب لابورت. على اليمين شفنا انه انريكي قال باللي اسبيليكويتا رجع، ومن الصعب ومن الابعد والمستبعد انه يلعب كاساسي، بالتالي فكارفاخال كما شفنا في التشكيله الاخيره في المباراه الاخيره غادي يشارك كظهير ايمن. على اليسار غادي يكون جوردي البا اللي هو معروف انه دائما حاضر في التشكيله ديال انريكي. في وسط الميدان بوسكيتش ومعاه غافي، وايضا اللاعب بيدري اللي كيعتمد عليهم بزاف انريكي، خصوصا المنتخب الاسباني كيعتمد على التيكي تاكا والبوسيشن، بالتالي فهو غادي يعتمد عليهم باش انهم يخليو المنتخب المغربي بلا كره، وانهم يعتمد على انهم يجروا اللاعبين ديالنا باش يلقاو مساحات باش يدخلوا. وفي الهجوم اولمو على اليسار، على اليمين يمكن اننا نلقاو فيران توريس او ايضا اللاعب اسينسيو الا ما كانش اسينسيو كمهاجم،
وهمي في البوينت، فغادي يكون اللاعب موراتا اللي كنعرفوا انه كيعتمد عليه انريكي كلاعب راس حربة صريح، اللي كيعتمد كثيرا على الكرات العاليه، اللي هو خطير خصوصا في المباريات الاخيره ديال المنتخب الاسباني او مع فريق اتلتيكو مدريد. اذا هذه هي التشكيله المتوقعه ديال المنتخب ديال اسبانيا، اللي تقريبا كنشوفوا انها تشكيله ايضا 95% يعتمد عليها انريكي، الا في حاله انه ممكن انه يدخل اسبيليكويتا مكان اللاعب كارفاخال، ممكن انه يدخل اللاعب كما قلنا اسينسيو، ممكن انه يتعوض فيران توريس، بالتالي فاسينسيو غادي يخليه كورقه رابحه حتى الشوط الثاني غادي يدخل موراتا او العكس. فكما كنعرف ان شاء الله غادي يكونوا اللاعبين ديالنا في المستوى ديالهم، داكشي اللي كنتمناو باش انهم يحصلوا على نقاط ايجابيه في المباراه، باش انهم يحصلوا على انتصار. فالطريقه باش ممكن اننا نخليو المنتخب الاسباني انه يخسر هذه المباراه، فكاين طرق عديده، ولكن المنتخب الاسباني اللي عارفين انه كيلعب كره حديثه، اللي عارفين انه فريق منظم، فصعيب انك تربح امام منتخب اسبانيا. ولكن عندنا الحلول، عندنا اللاعب وراء ظهر اللاعبين، خصوصا المنتخب الاسباني عارفين انه كيطلع بزاف، خصوصا فاش كتكون عنده كره فوق كيعمل بوسيشن، كيعمل البريشر، بالتالي فالمنتخب المغربي يمكن انه يعتمد على الرجوع الى الخلف، وعارفين ان المنتخب الاسباني الخط الدفاعي ديالو غادي يرجع حتى الوسط التيران ديالنا، بالتالي حتى الوسط التيران، بالتالي فممكن ان نلعبوا على المرتدات، خصوصا بالاعتماد على السرعه ديال زياش وايضا بوفال، اللي نتمنى انه يكون في النهار ويستغل المساحات اللي غادي يخليهم البا اللي عارفين انه كيطلع بزاف، عفوا كارفاخال، وزياش غادي يلعب في البلاصه اللي تيكون البا، وبالتالي فنتمناو انه اللاعبين ديالنا يستغلوا الفراغات. حكيمي ايضا هو ايضا اللاعب مزراوي، فنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. حكيمي اللي كان مصاب في المباراه الاخيره ولعب، ونتمنوا انه يعطي باش اننا نتحصلوا على نتائج ايجابيه. فجميع اللاعبين كنحتاجوا لهم في هذه المباراه، غادي تكون مصيريه، مباراه خاصنا فيها 11 لاعب اللي غادي يكونوا جنود في هذه المباراه كما عرفناهم في هذه المباريات. وايضا غادي نحتاجوا الجمهور، اللاعب رقم 12 اللي غادي يكون واحد لاباز ديال المباراه، باش انه اللاعبين يحسوا بلي انهم لاعبين في المغرب، لاعبين في كازابلانكا او في طنجه او في مراكش او في اكادير او في جميع الملاعب المغربيه اللي كنشوفوا ديما الجمهور وراء المباراه. كبيره في ريكوبيراسيون دي بال، باش اننا نحولوا الهجوم ديال المنتخب الاسباني الى كونتر اتاك، اللي يمكن انه يعطينا اهداف. عارفين ان المنتخب الاسباني عندهم حارس اللي هو أوناي سيمون، اللي ما كيحسنش بزاف التعامل بالرجلين، بالتالي فهو كيعمل بزاف ديال الاخطاء في التمرير بالارجل. نفس الشيء ايضا في التسديد من بعيد. فالمنتخب الاسباني فيما يتعلق بالحراسه فعنده واحد نقطه ضعف من خلال الاعتماد على أوناي سيمون. فالتسديد من بعيد كنشوفوا ديما انه كيكون بزاف ديال الخطر على المنتخب الاسباني انطلاقا من التسديد من بعيد. شفنا انه خسر امام المنتخب الياباني بواحد الطريقه اللي هي ممكن اننا نعتمدوا عليها، الا وهي ان الثقه في النفس. ورغم استقبال هذا الى جاب الله استقبلنا هدف في الدقائق الاولى، فخصنا نكونوا واقعيين اننا كنلعبوا امام فريق قوي جدا، فممكن انك تستقبل هدف. فلازم على اللاعبين ديالنا يحافظوا على التركيز، كيفاش انهم يحولوا ذاك الفعل ديال المنتخب الاسباني الى رد فعل اللي غادي يكون ايجابي بالنسبه للمنتخب المغربي. فكل شيء سهل، كل شيء صعيب في كره القدم، يعني انه شفنا في هذا الدور ديال الثمن انه كاينين الفرق اللي غاديين بواحد الريتم كما المنتخب الكرواتي مثلا. المنتخب الياباني اليوم المباراه كانت قويه وما تحسماتش الا في ضربات الجزاء، يعني انه كل شيء ممكن في كره القدم. وداك الشيء اللي كيتسمى انه صعب امام اللاعبين ديالنا في التجربه ديالهم، سواء مع الانديه ديالهم سواء مع المنتخب المغربي قبل هذا كاس العالم او ايضا من بعد المباراه ديال كاس العالم. فاللاعبين ديالنا قادرين على انهم يخلقوا فرص كثيره والاعتماد اكثر على الكرات الثابته. واخا عارفين المنتخب الاسباني عنده ابراج كلابورت كرودري كبوسكيت اللي كيعرفوا كيفاش انهم يحيدوا كواري طوال، ولكن الثقه ديالنا في نصيري في سادس في اكل اللي ممكن انهم يجيبوا لنا اهداف ايضا من الضربات الراسيه، ضربات ثابته سواء ركنيه. ولا ننسى انه نتمنوا ان المنتخب المغربي خصوصا الشق الدفاعي ثلاثي ديال امر وايضا اكل انهم يكونوا في نهارهم مع بونو اللي غادي يكون
التركيزه ديال المنتخب الوطني هذا الرباعي بونو سايس اكاد وايضا امراض ان شاء الله نتمنوا له الشفاء باش انه يحقق هذه المباراه، باش اننا نشوفوا منتخب اللي غادي يكون قوي. لانه امامنا فرصه لصنع التاريخ اننا نمروا للثمن لربع النهائي عفوا لاول مره من بعد كاس العالم ديال 86 فاش مرينا للثمن وتقصينا. فنتمنوا ان هذا الجيل امامه فرصه كبيره جدا لكي يحسم في هذا الامر. فمنتخب اسبانيا منتخب قوي ولكن بعزيمه واصرار المغاربه، فهذا ديربي يمكن ان نحسمه بجزئيات صغيره. فهذا الديربي غادي تحسم جزئيات صغيره، علما اننا عندنا الثقافه ديال الكره الاسبانيه بزاف ديال اللاعبين ديالنا. فمثلا لياميق، فمثلا اللاعب بوفال اللي كان ايضا في لاس عفوا ماشي لاس فيغاس، في سيلتا فيغو. حكيمي ايضا اللي كان في ريال مدريد. عبدين الزلزولي ايضا اللي نشا من اللي هو ناشئ من لاعبي برشلونه. عندنا ايضا اللاعب النصيري بونو، يعني لاعبين اللي عندهم ثقافه اسبانيه عارفين بفريق برشلونه اللي تقريبا المنتخب الاسباني فيه 7 ديال اللاعبين ديال برشلونه، بالتالي كيلعب على تيكي تاكا اللي كيلعب بها المنتخب الاسباني والمنتخب وفريق برشلونه. يعني كل شيء غادي يكون سهل، كل شيء غادي يكون صعيب، يعني خاصك تامن كل شيء. ونتمنوا ايضا ان القراءه ديال المباراه من طرف المدرب الكراكي تكون جيده باش اننا نوصلوا لداك الشيء اللي بغينا ان شاء الله في هذه المباراه اللي غادي تكون مفتاح للتاريخ بالنسبه لنا. فكلنا امل في هذه الكتيبه انها توصل لواحد المستوى اللي هو كبير وابعد مدى في هذه البطوله ان شاء الله، ولما لا نوصلوا لربع النهائي. ونتسناو شكون اللي غادي يربح ما بين المنتخب السويسري والمنتخب البرتغالي. في الشوط الثاني فكاينين ايضا اسلحه لدى المدرب الكراكي، فعارفين انه عندنا لاعبين ممكن انهم يعتمد عليهم المنتخب الوطني المغربي، خصوصا الصابري اللي ما لعبش في الشوط الاول. كاين ايضا اللاعب عبد الزلزولي اللي عارف الكره الاسبانيه واخا باقي صغير. كاين ايضا اللاعب حمد الله اللي ممكن انه يعطينا امل في الهجوم. ونتمنوا ايضا الحضور ديال الثقه والتركيز لدى اللاعب حمد الله باش انه يحسم ويبين لنا ذاك الشيء انه كانوا باغيين المغاربه انه يحضر في كاس العالم، خاصو يقدم لهم على الاقل واحد جزاء باش انهم يكونوا فرحانين ان شاء الله المنتخب الاسباني. ما نساوش ايضا اللاعب بوخلال اللي ديما كيحضر، اللي عنده واحد الطريقه ديال اللعب، كيعتمد على بوفال انه يعين لعابه ديال الدفاع، ومن بعد كيدخل بوخلال انه يعتمد عليه كلاعب مدافع اخر، وبعد ذلك يكون ايضا مهاجم في نفس الوقت. فلدينا كل شيء، لدينا عزيمه، لدينا اصرار. فان شاء الله نتمنى ان اللاعبين يكونوا في المباراه باش اننا نحسموا الماتش امام المنتخب الاسباني. لا روخا سهل وصعيب انك تخسر، وسهل وصعيب انك تربح، بالتالي ففاش كتامن بالقدرات ديالك. ونتمنى ان شاء الله الخير في هذه المباراه. فشكرا، وما تنسوش انكم تعطيونا التعليق ديالكم، التوقعات ديال المنتخب المغربي والمنتخب الاسباني في هذه المباراه. والى مباراه اخرى ما تنسوش انكم تشاركوا في القناه، وايضا انكم تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. نتمنوا اننا نتلاقاو غدا ان شاء الله من بعد المباراه في التحليل ديال المباراه، وحنا فرحانين حنا متاهلين لدور الربع ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم.